اوض الفندق عبارة عن أماكن مخيفة بطبعها. عمرك فكرت قبل كده كام حد نام على السرير ده قبلك؟ أو كام حد فيهم بيفكر ينتحر؟ أو كام حد منهم كان نايم مكانك وهو بيدبر لجريمته الجاية؟ كل أنواع البشر دي وأكتر عدت على الأوضة 207. الأوضة دي ليها عالم خاص بيها، فيا ترى العالم ده حقيقي ولا مجرد خيال؟ أي حد سكن في الأوضة دي قبل كده فالأكيد إنه ساب فيها جزء من طاقته النفسية، ومش هبالغ لو قلت إن سرير الأوضة دي فيه كتير من روايح قتل وستات مجانين وأطفال شريرة مختلة. دي كانت الكلمات اللي بدأ بيها أحمد خالد توفيق وصف الأوضة في رواية سر الغرفة 207. الرواية بتحكي عن أوضة في فندق في مرسى مطروح بيطل على شارع رئيسي وتقدر تشوف منه البحر، وبطل الرواية دي كان عم جمال اللي بيحكي عن نفسه بيقول: زمان ما كانش اسمي عم جمال، كنت جمال الصواف، شاب طويل أسمر وعندي ثقافة، والفندق ده زمان كان بيديره الخواجة مايكل اللي كان بيعرف يتكلم عربي أحسن مني ومنك، وعم مينا المحاسب العجوز اللي كان شايف إن أوضة 207 دي عبارة عن بوابة من بوابات الجحيم، وأخيرا مصطفى المسؤول عن توصيل الشنط والنزلاء للأوض. أما أنا فكنت موظف الاستقبال، وحكايتي مع أوضة 207 بدأت في سنة 1967. كانت أول مرة أدخل فيها الأوضة، لكن ما كانتش المرة الأخيرة، ولسه فاكر اللي حصل يومها بالظبط. كانت حوالي الساعة 8 بالليل، وجات وقفت بنت جميلة قدام الكونتر بتاعي ومضت في الدفتر باسم شيرين محمود مهندسة ديكور، وبعد ما مضت بصت لي وابتسمت وقالت كلام كتير ملخصه إنها جاية هنا لوحدها ومش مستنية حد. وطبعا أنا ترجمت الكلام ده في دماغي لحاجة واحدة بس، ونظرتها ليا كانت بتأكد اللي في دماغي، وكأنها بتقولي أيوة زي ما أنت فهمت بالظبط. ولسوء حظها وحظي ما كانش في أوضة فاضية في الوقت ده غير الأوضة إياها. أيوة بالظبط، هي الأوضة اللي جت في بالكم، الأوضة 207. لكن بما إني كنت جديد في الفندق وقتها فكانت 207 بالنسبة لي أوضة عادية جدا زيها زي غيرها. كل اللي كان شغلني هو بصة شيرين ليا، البصة اللي خلتني أقرر بعدها بكام ساعة إن أسيب الاستقبال لمصطفى، ولقيت رجلي واخداني لحد الأوضة 207. لكن الغريب إن لقيت باب الأوضة موارب. جيب بالي وقتها إن شيرين طبعا هي اللي سابت لي الباب مفتوح، ومش عارف إمتى ولا إزاي لقيت نفسي واقف جوه الأوضة، وكان البحر باين من البلكونة عشان كانت سايباها مفتوحة. وتقريبا منظر البحر ده كان هو الحاجة الوحيدة المألوفة ليا في الأوضة دي، مع إن المفروض إن كل أوض الفندق تبقى شبه بعض. وبعد لحظة هدوء فجأة سمعت صوت من ورايا، صوت بيتكلم وبيقول: عمرك ما هتتغير يا جمال، جاي هنا عشان واحدة، امشي امشي واوعى اشوف وشك هنا. طبعا لفيت وشي وانا ساند طولي بالعافية، ولقيت الشخص اللي واقف ورايا ده والدي. ايوه والدي اللي توفى في حادثة من 10 سنين. ما فكرتش وحاولت اهرب، لكن لقيت ايد طالعة من الارض ماسكة رجلي اللي انا مش عارف واقف عليها ازاي لحد دلوقتي. مش فاكر اتحركت ازاي، لكن كل اللي فاكره ان لقيت ايدي بتفتح الباب وبجري بره الأوضة. وقفت خدت نفسي وبعدين بصيت على الأوضة تاني. الغريب اني لقيت أوضة شكلها عادي جدا شبه كل الأوض، لا فيها والدي ولا فيها ايد طالعة من الأرض، لكن فيها شيرين نايمة على السرير. وكل اللي عملته وقتها اني قفلت الباب ونزلت، ويا دوبك رجلي وصلتني الاستقبال، وبعد نص ساعة لقيتها داخلة من باب الفندق تاني. شيرين اللي لسه سايبها نايمة فوق ومخرجتش، دلوقتي راجعة من بره وشايلة شنطة. بس ايه هو الطبيعي في كل اللي انا حكيته؟ جت طلبت مني مفتاح الأوضة، بعدين بصت لمصطفى وقالت له انها يا حرام جاية لوحدها وعايزاه يساعدها ويطلع لها الشنطة. وبصت ليا بصة انا عارفها كويس، بصت ليا بصة من كام ساعة. طبعا مصطفى ما صدق وعينه لمعت، وانا في جزء خبيث جوايا خلاني اسكت وما اقولش حاجة عشان اعرف هل انا اللي كنت بهزي ولا هيشوف فوق نفس اللي انا شفته. وفاتت نص ساعة ولقيت مصطفى لسه منزلش، فقررت اطلع اشوفه لا يكون حصل له نفس اللي حصل معايا. واول ما طلعت لقيته قاعد على الارض بيعيط واعصابه سايبه. سندته انا وعم مينا، واول ما هدي قال لي وشها ما كانش وش بشر ابدا، وشعرها كان ملفوف في بعضه زي اسلاك الكهرباء، وجلدها لونه عامل زي لون الفحم. دي ابشع حاجه شفتها في حياتي يا جمال.
فضلت افكر في كلام مصطفى قبل ما انام وما قدرتش اوصل لحاجه، لكن الحاجه الوحيده اللي كنت متاكد منها ان شيرين دي لا يمكن تكون من جنس البشر. وتاني يوم الساعه 9 الصبح لقيت شيرين داخله الفندق من تاني. شيرين بتدخل الفندق من غير ما تخرج وبتخرج من غير ما تدخل. ايه الجديد يعني؟ لكن الجديد المره دي كان انها جت وقفت قدامي وكانها ما تعرفنيش وعايزه تحجز اوضه عندنا في الفندق. طبعا انا ما اهتمتش بكلامها وفتحت الدفتر، لكن الصدمه اني ما لقيتش اسمها موجود ولقيت اوضه 207 فاضيه. بصيت لمصطفى اللي لقيته باصص لي وعلى وشه نفس الخوف اللي على وشي بالظبط، وشيرين واقفه قدامنا وكانها مستغربه احنا بنبص لبعض ليه. حاولت اتدارك الموقف وهي بتتعامل معانا وكانها اول مره تشوفنا. بعدين سلمتها مفاتيح الاوضه، سجلت اسمها من تاني اللي انا كنت لسه مسجله بايدي امبارح، شيرين محمود مهندسة الديكور. وبعدها بشوية شيرين اتصلت على الاستقبال وقالت ان كهربة الحمام بايظة وعايزة حد يصلحها. وبكده عرفنا الدور النهاردة هيبقى على مين. هيبقى على الشبراوي فني الكهرباء اللي هيرجع يحكي هو كمان قصة جديدة، يا اما هطلع الاقيه بيعيط زي ما لقيت مصطفى. وبعد ساعة لقيت فني الكهرباء بيتصل ومش قادر يجمع ولا كلمة من كتر الخوف. جريت أنا ومصطفى على الأوضة 207 عشان نلاقي أبشع منظر ممكن حد يشوفه. شيرين واقعة ميتة في أرض الحمام وشعرها محروق. طبعا أول ما شفت المنظر ده بصيت لمصطفى وافتكرت المنظر اللي حكاه مصطفى. وشها ما كانش وش بشر أبدا، وشعرها كان ملفوف في بعضه زي أسلاك الكهرباء، وجلدها لونه عامل زي لون الفحم. دي أبشع حاجة شفتها في حياتي يا جمال. ده كان كلام مصطفى امبارح. اللي حصل باختصار كده إن الأوضة 207 قدمت لنا عرض مسبق للي هيحصل لشيرين محمود. شيرين المرمية قدامنا على الأرض دلوقتي هي شيرين الحقيقية، لكن اللي شفناها امبارح دي ما كانتش شيرين، كانت الأوضة 207. الغلط ما كانش في شيرين، الغلط كان في الأوضة اللي الخواجة مايكل كان دايما بينبه علينا ان محدش يتكلم عنها. الغلط كان في الأوضة اللي عم مينا دايما بيقول لنا انها بوابة من بوابات الجحيم. الغلط كان في الأوضة 207.